أهلا بكم إلى فيديو جديد. موضوعنا اليوم هو حول قانون رواندا المثير للجدل، وقد أجريت بالأمس مقابلة بالغة الأهمية مع المحامية والمستشارة القانونية نادية البزاز المختصة في شؤون الهجرة واللجوء في بريطانيا، وأفادت معلومة مهمة جدا وحبيت أن أركز في الفيديو عليها، هو أن من يرحلون إلى رواندا سيمنعون من دخول المملكة المتحدة حتى في حالة حصولهم على الموافقة. يعني إذا وصل اللاجئ إلى بريطانيا وقدم طلب اللجوء ثم رحلته وزارة الداخلية مؤقتا إلى رواندا حتى يبت في أمره، في حال بت في أمره وأخذ الموافقة فإن اللجوء سيكون في رواندا، يعني سيتحصل على اللجوء في رواندا وسيقيم في رواندا وسيحصل على الجواز ربما الرواندي بعد أن ينهي 5 سنوات، وهذا أمر خطير جدا، بمعنى أنه هناك عدم وضوح أو خلينا نقول تضليل في سياسة وزارة الداخلية. تقول الناس اذهبوا إلى رواندا ثم عندما يبت في طلبكم تعودون. هم لم يعودوا، والرحلة إلى رواندا هي باتجاه واحد فقط، للبقاء هناك وعدم العودة مرة أخرى إلى بريطانيا.